لما تيجي تاكل مانجا ما تاكلهاش على طول، لا. الله، امال اكلها ازاي؟ تلطش نفسك بالقلم اللي انت اتفرجت عليه الاول. الطش نفسي بالقلم؟ تلطش نفسك بالقلم يعني اتفرج عليك وانا اللي كمان الطش نفسي بالقلم؟ اللي انت اتفرجت عليه. يا راجل ده انا اديك 60 قلم، الطش نفسي بالقلم ليه؟ لها طريقتين. الطريقه الاولى انك تخرمها بتخرم المانجا عشان تاكلها؟ وتشفط. الله، عينيك يا ولا، عينيك فصلت شحن. وتشفط. ايه عينيك قفلت عشان المانجا حادقه ولا ايه؟ الطريقه الثانيه انك تشرمها وتلحس. يعني الطريقه الاولى اخرمها واشفط، تخرمها وتشفط، والتانيه اشرمها والحس. تشرمها وتلحس، بس يفضل تشرم وتلحس عشان انا كان معايا ولا سلك الشحن هنا، خدها ولا عشان عينك دي تقوم بدل ما عينيك فصلت كده منك خالص. لو جواه ميكروب اسمه السيكا في النانة تعرف تشوفه. ميكروب السيكا في النانة ده هو ده اللي جالك في عينيك بقى ولا ايه ده بقى؟ هو اللي خلاها تفصل منك كده خالص بقى. لو جواه ميكروب اسمه السيكا في النانة تعرف تشوفه. يا ولا وانت هتشوف الميكروب ازاي يا ولا وانت عينيك فصلت منك كده؟ ده انت عينيك رقدت خالص منك. وتلحق نفسك عشان ده ملوش عزيز. ميكروب ملوش عزيز ولا غالي فعلا، هو باين اهو خدك مننا. ممكن لو كلت ممكن تموت. انت شكل الميكروب ده اتمكن منك. اوكي. يا واد ما تعضعض البطاريه يا ولا، يمكن عينك دي تتحرك. تشرمها تلحس. انت عارف انا نفسي اعمل ايه؟ ما اشرمش المانجا، انا نفسي اشرمك انت، احشيك ميكروب بقى، سيكا في نانة سيكا في نانة سيكا في نانة، اقعد احشي فيه. ما تيجي تشرب ميه تشربهاش على طول، لا. تلطش نفسك بالقلم اللي انت اتفرجت عليه. الله، برضو الطش نفسي بالقلم برضو تاني؟ انا مش هلطش نفسي بالقلم، انا هوريك بس في الاخر، اصبر عليا. تجيب الشمامه تقطعها بالنص بالشكل ده اللي هي مخرومه من النص كده. يا اخي ده انت علامه يا اخي، علامه، عالم. تدارس ايه انت؟ صب جواها ميه كده وتبتدي اشرب. يا مزاجك يا عم ابو لهب، بتشرب ميه في شمامه؟ ماشي. ليه؟ عشان لو بقك لمس الازازه بقي لو لمس الازازه هيبقى فاول. فيها ميكروب اسمه السيكا في النانة. ميكروب السيكا في النانة برضه اللي بينيم العين ده موجود برضه على بق الازازه. ايوه ملوش علاج وممكن تموت. معلش السؤال بس، وكاله ناسا فين من الواد ده؟ طب بنطالب وكاله ناسا تديله اناناسه هديه، بس بنأكد عليهم ان هي تكون مليانه ميكروب سيكا في نانة، هو يستاهل، والميكروب ده ملوش عزيز ولا غالي. طالب منك طلب بس اخوي، بس تقعد على الشاحن شويه، عينيك تقوم ونتكلم تاني. اوكي. يا ولا انت، انا نفسي اعرف انت في عنبر كام، نفسي اوصي عليك حد. لما تيجي تاكل جبنه رومي ما تاكلش على طول، لا. تلطش نفسك بالقلم اللي انت اتفرجت عليه. صدق وتامن بالله انت راجل محترم، انت قلت لي فعلا من الاول الطش نفسي بالقلم، انا بعد ما شفتك عايز اضرب نفسي 100 جزمه. كل الجبنه وسيب الرومي. يا اخي انا طول عمري اكل الرومي واسيب الجبنه. ليه؟ لان الرومي بيبقى فيه ميكروب اسمه السيكا في النانة، وكلته ممكن تتشل وملوش علاج. طب اقسم بالله العلي العظيم عيب عليك، انت جاي تهرج؟ معقول يبقى عندك كم المعلومات دي وتسيبنا كده؟ ده انت تحاسب يا اخي يوم القيامه ان انت يبقى عندك كم المعلومات دي وسايبنا كده عايشين في السيكا في النانة. انت عارف ان الميكروب ده لا ليه عزيز ولا غالي، وسايبنا احنا كده عايشين في الميكروب ده. انت قاعد عارف كل المعلومات دي والميكروب ده ما يقدرش يجي ناحيتك، ده يرضي ربنا. تاكل كده الجبنه بس، وتخلي الرومي في الطبق زي ما هو. طالب منك طلب تعمل لنا فيديو ازاي طريقه ازاله الرومي من الجبنه، لان انا طول عمري ما بتعاملش كده مع الجبنه الرومي، اما بتعامل كده في حاجات تانية كتير. جبنه ملح خفيف مثلا، باكل الخفيف واسيب الجبنه واسيب الملح. لانشون بالزيتون، اكل الزيتون وارمي اللانشون، هو كده فاهم. بس انا ما كنتش اعرف ان في معلومه زي كده عن الجبنه الرومي، دي بالنسبه لي معلومه جديده تماما يعني. دي بقى اللي سيكا في النانة بجد. ان الرومي بيبقى فيه ميكروب اسمه السيكا في النانة. حاسس ان الميكروب نفسه هو اللي بيتكلم، حاسس ان انت السيكا في النانة وانت الميكروب وانت اللي بتكلمنا. الرومي ما تاكلوش. ولا لو تسمع مني يا ولا، ده انت قرتك مكتوب عليها بيتريلو يا ولا. يا ولا اقعد على الشاحن احط لك السلك انا يا ولا، يمكن تفوق وعينيك دي ترفع شويه عشان نعرف نتكلم وتشوف ميكروب يتمكن منك ومن جسمك يا ولا. اوكي. شوف انا مش هعاقبك، انا هخليك انت اللي تعاقب نفسك بنفسك، انا مش هاجي ناحيتك خلاص. اوكي. انت الميكروب ده انا لازم اطلعه من جتتك دي قبل ما امشي. اوكي. يلا معايا كده بقى على الواحده كده بقى. اوكي. الله، 1 ملوش تاني، 3 4 5 6 يا ولا، 7 8 يا ولا، 9 10 يا ولا. فقت يا ولا ولا ما فقتش؟ ميكروب يا ولا طلع من جسمك ولا لسه يا ولا؟ عينك رفعت ولا لسه؟ يلا يا عم اتكل على الله يا عم، الله يصلح حالك يا عم. اتفضل يا عم، باي يا عم، باي.